ممكن تنطيني انتباهك هالدقايق وما راح تندم؟ شوف، فد يوم اكو دكتور محاضر بالجامعة توجهه الحادي، يذهب إلى عبادة النفس. كود أعمر الدنيا من أجل نفسي، ماكو شيء اسمه آخرة. فوجه سؤال للطلبة، قال لهم: ألستم تقولون أن الله خلق كل شيء؟ أنتم تقولون الله خلق كل شيء؟ قالوا له نعم. قال لهم: أكرر، الله خلق كل شيء؟ قالوا له نعم. قال لهم: معنى كلامكم أن الله خلق الشر أيضا، معناها أن الله خلق الشيطان أيضا. زين شلون يستقيم هذا؟ يعني شنو اللي يريد، شنو بباله هذا الرب؟ من جهة يخلق الخير ومن جهة يخلق الشر. سامعين هذا الكلام مو صح؟ على مواقع التواصل اكو بعض المتنطعين يسولفوه، واكو بعض الشباب لا للأمانة يقدموه كسؤال يريدون جوابه. فطالب قام له قال له: لا، الله عز وجل من خلق الشر خلق المصدات في داخلنا اللي تقدر توقف الشر. قال له: أنا مو هذا سؤالي، أنا سؤالي الله خلق الشر لو لا؟ كلها سكتت. شعر الدكتور شنو؟ بنشوة الانتصار. أحد الطلبة رفع ايده قال له: أستاذ ممكن؟ قال له: نعم. قال له: ممكن سؤال دكتور؟ قال له: نعم ممكن. قال له: هل يوجد البرد؟ قال له: نعم البرد موجود. قال له: لا، أنت مخطئ. بحسب علم الفيزياء فالبرد نتيجة لعدم وجود الحرارة، والفيزياء تدرس العناصر الناقلة للطاقة. أما العناصر المدروسة التي لا تتفاعل مع الطاقة أسماها العلم بالبرد. فالبرد هو تسمية اعتبارية لعدم وجود الحرارة. صح؟ قال له الدكتور: صح. قال له: سؤال آخر دكتور؟ قال له: نعم. قال له: الظلام موجود؟ قال له: نعم موجود. قال له: لا، بحسب العلم وبحسب مؤشر نيكولاس فإن الضوء هو عبارة عن موجات طولية، غياب هذه الموجات يسمى بالظلام. فمن الناحية العلمية الظلام لا يدرس. لا تجد اليوم كتاب علمي واحد، شبابنا ابني تقدر تتأكد من كلامي وترجع الليلة، لا يوجد كتاب علمي واحد يدرس الظلام. كل الكتب تدرس الضوء، تعتبر الظلام عدم وجود الضوء. قال له الدكتور: كلامك صحيح. قال له: كذلك الشر. الشر هو غياب الله في القلوب. الله لم يخلق الشر. الشر هو غياب طاعة الله. الشر هو غياب الحب. الشر هو غياب الإنسانية. الشر هو غياب الخير. سكت الدكتور، ضربه الضربة القاضية التي لن يقوم بعدها.